عمرك سألت نفسك ليه في ناس أول ما يشوفوك ناجح أو مبسوط بيتحولوا كأنهم المحقق كونان في حياتك؟ يسألوا ويدققوا ويفتشوا. تفتكر ده مجرد فضول ولا ممكن يكون وراه حاجة أخطر زي الحسد؟ الحسد مش مجرد اعتقاد شعبي، ده أمر ربنا ذكره في القرآن بشكل واضح: ومن شر حاسد إذا حسد. يعني الشر ده مش احتمال، لأ، هو واقع بيحصل. والمشكلة إنه ممكن يجي من أقرب الناس أو أبعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح خطورته وقال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. اللي يخوف أكتر إن الفضول أوقات بيكون البوابة اللي بيعدي منها الحسد. تلاقي حد يسألك: غيرت الموبايل إمتى؟ جبت العربية منين؟ الشقة دي إيجار ولا تمليك؟ الأسئلة شكلها عادي، لكن اللي وراها مش دايما بريء. هنا يجي الفرق بين نوعين من الفضول: فضول طبيعي بيجي من حب المعرفة أو الاهتمام بيك، وفضول مرضي بيطلع من مقارنة ونقص داخلي. والنوع التاني ده هو اللي بيتحول لحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تخيل، حسناتك اللي بتجمعها بالصلاة والصيام والصدقة ممكن تنقص بسبب إن قلبك مش راضي يشوف الخير عند غيرك. الحسد مش مجرد شعور، هو طاقة سلبية ممكن تدمر صاحبها قبل ما تأذي غيره. الشخص اللي دايما عينه على اللي في ايد غيره بيعيش حياته في قلق وتعب، عمره ما بيرتاح، لأنه بدل ما يشوف نفسه طول الوقت شايف غيره. حتى العلم الحديث بيأكد ده. علماء النفس بيقولوا اللي بيقارن نفسه بغيره باستمرار بيعيش في ضغط وقلق، وساعات يتمنى زوال النعمة من غير ما يحس. وده بالظبط هو تعريف الحسد. الفضول في أصله مش غلط، هو اللي خلى الإنسان يتعلم ويكتشف. لكن لما الفضول يتحول لتفتيش في حياتك ومقارنة بينك وبين غيرك، هنا يبدأ الخطر. طيب، إزاي نحصن نفسنا؟ أول حاجة، الأذكار، خصوصا المعوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بيهم يوميا، لأن ده زي درع واقي. تاني حاجة، الكتمان. مش لازم تحكي أو تشارك كل تفاصيل حياتك في ستوري والكلام اللي عارفينه ده، خلي بينك وبين ربك أسرارك. تالت حاجة، الرد بحكمة. مش كل سؤال يستاهل إجابة، أوقات الابتسامة أو تغيير الموضوع هو الحل. ولازم نفتكر إن الحسد مش بيقف عند حدود الشعور، ساعات بيجر صاحبه الأفعال وكلام جارح وممكن لمكايد. وقصة سيدنا يوسف خير دليل. إخواته ما كانوش غرب، كانوا أقرب الناس ليه، لكن الغيرة والحسد أعماهم لدرجة إنهم رموه في البير. الخلاصة، الحسد موجود، والفضوليين موجودين، بس قوتهم محدودة جدا قدام ستر ربنا وحمايته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل اللي مطلوب منك تحصن نفسك بالأذكار، تقلل من مشاركة أسرارك، وتخلي قلبك نظيف من الغيرة والحقد. وصدق إن رزقك وخيرك محفوظ عند ربنا. ولما حد يبالغ في الأسئلة أو يحاول يقتحم حياتك، ابتسم وغير الموضوع. مش كل سؤال يستاهل إجابة. وفي الآخر، قول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وخلي دايما ثقتك بربنا أكبر من خوفك من أي عين. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.